بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. بعد ما تصحى من النوم وتفوق كده وتصلي على النبي وتحط لايك الحلو بصباعك الجميل ده عشان يوصل لكل الناس. تعال خد شوية اخبار دي على السريع. الاهلي يعلن رسميا التعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 سنوات قادمة، تبدأ بعد نهاية الموسم الحالي مع ناديه. والدوري القطري ينتهي في منتصف ابريل، وبعدها تريزيجيه هياخد فترة راحة ويبدأ يستعد مع الأهلي للمونديال والموسم الجديد. صفقة انتقال تريزيجيه إلى الأهلي كلفت 1.6 مليون يورو، وتنازل اللاعب عن 1000 يورو من راتبه. الأهلي يكشف مفاوضات لضم ديريك كويتسا لاعب فريق سيرفت السويسري. هناك قناعة كاملة داخل الأهلي بالتعاقد معاه خلال شهر يناير الجاري، سواء مارسيل كولر أو المدير الفني أو لجنة التخطيط والسكاونج، وهو ما يمثل صفقة قوية للنادي حال ضمه. أحمد شوبير يعلن أن النادي الأهلي بمجلس إدارة الأهلي يتمنون استمرار معلول، ولسه في كام يوم لحد القيد ما يتقفل، وانه ممكن يحصل اجتماع بين الخطيب ومعلول. لحد الان والامر في يد كولر، ومنتظرين رد ايجابي من كولر لاستمرار معلول في الاهلي. ياسر ابراهيم خضع لفحص طبي، وتأكدت صعوبة مشاركته في المباريات خلال الاسبوعين المقبلين بسبب تعرضه لشد يصل في تمزق في العضلة الخلفية. الجهاز الطبي سيقوم بوضع برنامج تأهيلي للاعب خلال الفترة القادمة. مارسيل كولر منح لاعبي الأهلي راحة 48 ساعة قبل استئناف تدريبات الاستعداد لمباراة موردن سبورت. يخضع طاهر محمد طاهر لفحص طبي بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية. يواصل أشرف داري الغياب عن فريقه في مباراة موردن سبورت المقبلة بالدوري، وذلك بسبب الإصابة. بعد إجراء قرعة أمس مجموعة مصر في كأس أفريقيا، مصر وجنوب أفريقيا أنجولا زيمبابوي. شوية أخبار كده بسيطة وسريعة قلت أشاركهم معاكم. مستني ايه بقى؟ لو مش متابعني ويهمك الأخبار اعمل متابعة، مش هتخسر حاجة.